صالح جمعة نجم منتخبنا الوطني. كابتن صالح مساء الخير، ازي صحتك؟ مساء النور يا كابتن، ازي حضرتك يا كابتن احمد؟ اخبارك ايه؟ معايا واحد من نجوم الكرة العظام، معرفش شفته ولا لا، كابتن حماد عبد اللطيف. اهلا وسهلا يا كابتن حماد، اهلا وسهلا طبعا. اهلا بيك كابتن. يمكن ما لحقتوش كتير يا كابتن، بس طبعا يعني عن السمع طبعا، وان انا يعني العيله برضه فيها زملكاويه وكده، فطبعا عارف طبعا. نعم طبعا، أهلاً الناس بيك. الجمال. اهلا بيك صالح. يعني قول لنا اخر الاخبار، هل انهيت اجراءات انضمامك نهائيا للنادي الاهلي يا صالح؟ يا كابتن يعني طبعا مبين حضرتك عارف ان العقود الجديده اتغيرت، نعم. وكنت لازم طبعا امضي على العقود الجديده، لان العقود القديمه اللي كلها مضيتها يعني لا تصلح زي ما بيقولوا. تمام. نعم. بس يا كابتن النهارده مضيت على العقود الجديده، طبعا ما عنديش اي مشكله، لو في عقود ثانيه يا كابتن امضي عليها ما عنديش اي مشكله، لان انا اديت رغبتي في الاول نعم. واتكلمت في الموضوع ده كتير. اذا انت لكن انا يعني حابب ان انا اطلع مسؤول نادي انبي من الحرج وبرضه الناس دي من الناس المحترمه، اذا كان رئيس النادي او مجلس الاداره كله. وطبعا الناس دي بره الصوره جدا يا كابتن، الناس دي عايزه مصلحه النادي وكل حاجه. لكن يا كابتن الناس دي برضه عارفين صالح، وصالح متربي في النادي، فلما اتكلمت معاهم قالوا لي رغبتك فوق كل شيء، فانا طبعا نقلت رغبتي لرئيس نادي انبي ومجلس الاداره، وان شاء الله يعني ممكن خلال الاسبوع ده الموضوع ينتهي خالص ان شاء الله. وقعت على العقود الجديده للنادي الاهلي، الموضوع انتهى بالنسبه لك؟ وقعت يا كابتن على العقود الجديده، وقعت على بياض زي العقود الاولانيه يا كابتن، وان شاء الله خلال الاسبوع ده الموضوع ينتهي باذن الله. امتى هتنتظم في التدريبات مع النادي الاهلي يا صالح؟ والله يا كابتن هنتظم من بكره ان شاء الله في معسكر المنتخب الاولمبي علشان خاطر مباراه اوغندا. وان شاء الله اعتقد ان شاء الله بعد مباراه المنتخب ان شاء الله، لو الموضوع خلص اليومين دول يا كابتن هننتظم في تمرين النادي الاهلي ان شاء الله.